اللي بيحصل. لا ثانية بس يا جدعان، انتوا مش بتفرشوني يا جدعان اهو. مش هقعد في الشارع انا، لا مش هقعد في الشارع، مش هقعد في الشارع، بقول لك مش هقعد في الشارع، مش هقعد في الشارع، سيبوني يا عم. ما تمدش ايدك عليا، ما تمدش ايدك عليا، ما تمدوش ايدكوا عليا. مش هقعد في الشارع، ما عنديش مكان اقعد فيه. انا ما عنديش ايده على يمين، هو ايده عليا. لا هو انا مش جاي هنا. لا انت بره المؤسسه دلوقتي يا استاذ، انت بره المؤسسه. لا اروح فين يعني لما الاقي مكان؟ ما انا مش هقعد في الشارع، انا مش الكلام ده، انا مش هقعد في الشارع، انا مش هقعد في الشارع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي رجائي بالنسبة للناس اللي متعرفنيش. أنا حاليا في ثانوية عامة. قبل ما أدخلكم في المشكلة وأقول لكم أي حاجة، أنا بستحلفكم قدام ربنا اللي أي حد يشوف الفيديو ده يعمل منشن لوزارة التضامن الاجتماعي وللدكتورة مايا مرسي. أنا كان عندي مشكلة من فترة، أنا أهلي منفصلين، كل واحد عايش لوحده وما كانش حد عايزني أعيش معاه، فبقالي 9 سنين عايش لوحدي. عشت في الشوارع واتبهدلت كتير. المهم يعني عشان ما اطولش عليكم، جت السنه الاخيره دي ابتديت اعرض مشكلتي على النت، وفي صحفيين كتير صوروا معايا وطلعت في التلفزيون، والحمد لله في ناس كتير ساعدتني وقالوا لي احنا هنفضل واقفين جنبك لحد ما تخلص تعليم وكده، الحمد لله. فجيت انا كنت قاعد في مكان اسمه دار معنا، كنت بلف لفتي، بروح المدرسه، بروح اسكندريه، باجي من هنا وبرجع. المهم بقى يكون ليا مكان زي الناس برجع فيه، يعني لو الدنيا غدرت بيا بلاقي مكان. فجت التضامن الاجتماعي كلمني قال لي المكان ده هيقفل واحنا عايزينك تيجي تقعد عندنا وكده. انا كنت رافض في الاول، بس هم اقنعوني ان انا هروح، فروحت. المكان هناك مقسم لثلاث، يعني 3 فئات: اطفال، شباب، مسنين. هم بدل ما يقعدوني مع الشباب قعدوني مع المسنين، قالوا لي عشان انت مش هتنفع مع الشباب، علشان انت محترم عنهم، سلوكياتك غير سلوكياتهم وكده. قلت لهم تمام، ما كانش عندي مشكله، برغم ان التعامل مع المسنين كان صعب بالنسبه لي. فروحت وقعدت مثلا حوالي شهر، كنت عايش عادي جدا، ما حصلش مني اي مشكله، ما حصلش مني اي حاجه غلط. بس المكان عند المسنين الناس الكبيره كان بيعملوا، يعني بيشربوا حشيش وبودر وبيتصرفوا تصرفات غير اخلاقيه. فكان اللي ماسك المكان كان مدير جديد، مش عارف يتحكم في المكان، مش عارف يمنع الغلط اللي بيحصل. فقال احنا هنمنع المسنين من الخروج وهناخد التليفونات. قلت له طب انا دلوقتي في ثانويه عامه وبذاكر على التليفون، مش باخد دروس. قال لي ماليش دعوه، عاجبك مش عاجبك امشي، ومش هتخرج ومش هتعمل. وكانوا طبعا المعامله اتغيرت 180 درجه، عشان انا قلت لهم مش هينفع، اشمعنى الشباب اللي هم التانيين اللي في سني معاهم تليفوناتهم وبيخرجوا وانا لا. فروحت اتصلت بالنجدة، فالنجدة يعني بصراحة جت في يعني مجرد ما قفلت معاهم ب3 دقايق جت ويعتبر حلت لي المشكلة، وقالت لهم ما ينفعش يعني تتصرفوا معايا كده، علشان هو قال لكم بيذاكر على التليفون وده مستقبله ودي حياته، وفي نفس الوقت هو قاعد مع مسنين، يعني مش هيعرف يتعامل معاهم، اكيد حابب يبقى ليه حياة خاصة، حاجة يتسلى بيها، واكيد هيحتاج يخرج لان ده لسه شاب وكده. المهم جيت قالوا لي هنجيب لك مكان تاني تقعد فيه لان انا ما عنديش مكان. جه تاني يوم انا صحيت من النوم عادي جدا، لقيتهم بيضربوني عشان يمضوني على اذن خروج اللي انا امشي من المكان، ورمولي حاجتي في الشارع، وانا مش عارف اروح فين. انا جيت في فندق هنا في اسكندريه، قعدت يومين، خلاص صحاب الفندق هيمشوني، مش عارف اروح فين، ما عنديش اي تواصل مع اهلي، يا اما ارجع الشارع تاني وحياتي كلها تبوظ، يا اما مش عارف اعمل ايه. ما انا زهقت، انا مش عايز ابقى لوحدي، مش عارف الايام شايله ايه، مش عارف بكره في ايه، يعني خايف الدنيا تغدر بيا تاني. انا مش غلطت فيهم، مش عملت لهم اي حاجه غلط، هما اللي زي ما انا يعني شفته في الفيديو. الشخص ده اسمه رجائي، ده قعدوه في دار اسمها دار معنا، بعد كده نقلوه لمستشفى او وزارة التضامن، بعد كده قالوا هيقعدوه مع شباب زيهم، لكن قعدوه مع ناس كبيرة مسنين. طبعا في الاخر خالص هم عايزين يطردوه بره، فده لحظة طرد رجائي. طبعا هو ملوش مكان يقعد فيه، لو اي حد وصل الفيديو يشاركوا على اوسع نطاق عشان يساعدوا ونعمل اللي نقدر عليه، وربنا يا رب يسعد كل الناس اللي هتعمل مشاركة وان تشير الفيديو عشان نساعده بأي حاجة، اللي يقدر يساعده بأي حاجة يساعده.